السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم شباب؟ عساكم بخير طيبين. غسانة سوبر جيمر، مقطع فيديو جديد. طبعا قبل ما نبدا المقطع والمواضيع الدسمة اليوم، خلينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. طبعا شباب جايب لكم اليوم موضوع جديد، اللي هو كيف كانت كلاش رويال في اول تحديث لها، اول ما نزلت. كيف كيف كان شكل البطاقات، كيف كان شكل الواجهة الرئيسية للعبة، ايش كانت الساحات اللي موجودة في اللعبة، ايش وايش وايش وايش. طبعا تشوفون هذا كله في الفيديو. طبعا قبل ما نبدأ، اضغط لايك اذا ما انت ضاغط، واشترك اذا ما انت مشترك في القناة. آه وبس يعني يب. وان شاء الله بتعجبك القناة، راح انوع فيها وكل حاجة ان شاء الله. فبس يا شباب، خليكم مع الاشياء الاولى. اوكي، عندنا اول معلومة يا شباب اللي هي الساحة. آه الساحات يا شباب، ما عندنا كان، خلينا نطلع من اول ساحة. كانت هذه كلها من 1 إلى 5 موجودة. حلو. هذه ما كانت عندنا موجودة، اللي هي الخشبية. وما كان عندنا اللي هي الساحة الثلجية. وما كانت عندنا الساحة الأسطورية يا شباب. تعرفون ايش يعني بس كان هذه آخر ساحة اللي هي الملكية، وتدعس في الكؤوس عاد لين ما توصل. ما كان عندك أي ساحة. تخيلوا عند خياس، اللعبة كانت مرة قصيرة. فان شاء الله الحمد لله انهم ضافوا تحديثات وكذا، صارت اللعبة كويسة وحلوة وبطاقات كثير. طيب يا شباب، المعلومة الثانية، ما كان عندنا ليجندري، ما كان عندنا اي ليجندري في اللعبة في اول تحديث. طبعا في ثاني تحديث ضافوا لنا اللي هو الايس ويزرد، وضافوا لنا اللي هي البرنسس. فهذا المعلومة الثانية. طيب شباب، نيجي للمعلومة الثالثة، واللي هي انه ما كنت تقدر تهجم الا لازم تدفع فلوس. تعرف ايش تدفع كوين من عندك من فوق. فكان هجوم بكوينز. ف على حسب ارينتك، ارينا 1 تدفع 1 كوينز، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6. يب الصورة قدامكم ما يحتاج شرح. يا شباب، طبعا شباب التي في رويال، المعلومة اللي بعدها يعني التي في رويال ما كان هنا فوق في الشاشة الرئيسية. كان التي في رويال مكان البطولات، كان مكان البطولات. فما كان عندك لا بطولات ولا تحديات. يا شباب، فكان كذا. المعلومة اللي بعدها يا شباب، التي في رويال ما كان يعرض لك الا الناس المصنفين على العالم، والناس اللي في الساحة الأخيرة. يعني كانت ساحة 6 والأسطورية، والله يب كانت ساحة 6، فكان يعرض لك بس الناس اللي في الأسطورية وفي ذي. فكان شبه مستحيل انك تدخل الساحة التي في رويال. يب يا شباب، هذه هي المعلومة اللي بعدها. طيب شباب، عندنا معلومة ثانية يب على البطاقات. طيب شباب، البطاقات كان تصنيف البطاقات غريب شوي عندنا. فكان البرنس تصنيفه نادر، يعني زي العملاق. فكانت تلقاه بسهولة وتطلع وتطوره. يا شباب الحين صار ممتاز. يب يعني تخيلوا معايا برنس ليفل 11. يعني تخيلوا مثلا يخش لك على البرج برنس ليفل 11، يا ويلي شال البرج. يب يا شباب، فالحمد لله انهم عدلوها وخلوه ممتاز. طبعا شباب، عندنا المعلومة اللي بعدها، البيكا. البيكا كان بطاقة ممتازة. انتوا عارفين ايش يعني ممتازة؟ يعني ليفلاتها قليلة ويب. فكان ممتازة، والصورة الان قدامكم ان شاء الله. وغير كذا عندكم شيء ثاني، كان صوته يعني مترسبنة. ما كان عنده بوم بوم هذا الصوت حقه، لا، كان الصوت حقه زي البيك الكبير. يبي شباب، كان صوته زي البيك الكبير اول ما ينزل. يا شباب، نيجي للمعلومة اللي بعدها. طيب شباب، كان عندنا الفارس اللي هو النايت. فكان شكله كذا من خلفية سوداء او رمادية، ما ادري ايش تسموها. وكان كذا رافع وجهه فوق ودقنه كذا، ما ادري كيف ملمعة، ما ادري كيف لامعة. فيبقى شكله خياس. فالحين صار احلى واضبط، يعني من اول كذا كانه ماسك جواله ومعطي نفسه سيلفي. يب. طيب شباب، نيجي للبطاقة اللي بعدها اللي هي الاسهم. الاسهم ابدا ما كان شكلها زي كذا. هتطلع لكم الان صورة ان شاء الله اوريكم شكل الاسهم فيها. كان شكلها خلفية برتقالي، والذي اللي فوق حقتها الأجنحة كانت لونها ذهبي. وكان هذا زي ما هو. يا شباب، كان شكلها ماش. يب. طبعا عندكم المسكتير، مسكتير اللي هي الفارسة. كان عندكم شكلها كذا ماسكة طاقيتها، ما ادري كيف شكلها، وجاي من بعيد الصورة، وكانت صورة ابو كلب، فكذا احلى.
طيب يا شباب. طيب شباب، عندكم البطاقة اللي بعدها اللي هي الفاير بول. الفاير بول ابدا ما كان شكلها كذا، الفاير بول كان شكلها من ورا زي الازرق، وما ادري كيف شاية، ما في افكتات كثير، والصورة كانت ابو كلب يعني. فالان شكلها حلو واضبط. يب. طيب شباب، عندنا البطاقة اللي بعدها اللي هي المراية. المراية ابدا ما كان شكلها كذا برضو، كانت الخلفية من هنا لونها اسود، وكانت جاية مو مايلة كذا لورا، جاية في الوجه كذا تحسها بتدخل في الشاشة. فكان شكلها ابو كلب نوعا ما، فكذا احلى وعدلوها. فيب يا شباب. طيب شباب، ننتقل للشيء اللي بعده اللي هو الستور. الستور ابدا ما كان بالشكل هذا اللي انتم شايفينه، هذا الجوبلين اللي فوق ابو نظارات ما كان موجود اصلا، وهذا اتذكر انا انه ما كان موجود. وكان الشراء مو زي كذا اتوقع، كان يجيك الممتاز مرة واحدة في الاسبوع، بس تخيل يجيك مرة واحدة في الاسبوع، ومعاناة يعني نطلع بطاقات، لانه اول ما كان في اسطوري وكذا، فكانت ابو كلب شوي. طيب. طيب شباب، عندنا المعلومة اللي بعدها، والآن الصورة إن شاء الله بتطلع لكم قدامكم. كان عندك السوبر ماجيكال تشيست. أبدا مو ما كان عندك سوبر ماجيكال تشيست، ولا كان عندك جاينت تشيست. كان عندك بس تشتري سيلفر. تخيلوا يا شباب، تشتري سيلفر ذا أبو كلب اللي ما حد تصريفه، تبي تصرفه بأي شيء. فكنت تشتري السيلفر، كنت تشتري الجولد، كنت تشتري الماجيكال، يعني ما كان في هذه الشيستات في اللعبة، وغير الكراون والفري. فايب يا شباب، هذه هي الشيستات اللي كانت. يب. اتمنى كذا انه وصلنا لاخر شيء خلاص يعني. اي في شيء ثاني، الحمد لله اني ما قفلت. شكل الملف الشخصي ابدا ما كان كذا، ما كان عندك اللي هي النسخ حق البطاقات، ولا كان ترتيبهم زي كذا. ان شاء الله بتطلع لكم صورة الان قدامكم توريكم كيف كان الشكل. فيب يا شباب، وان شاء الله كذا خلصنا. اي ما كان عندك قائمة الاصدقاء هذه، او كانت موجودة بس بدون ما تشوف اللي هو تلعب معاهم تشوفهم متصلين، هذه جديدة. فيب. وطيب شباب، كذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسانا من لايك، قدر تعبي يا شباب، والله اني فريقي وانا قاعد اتكلم. فحط لايك وشيك على فيديوهات القناة باقية، في تفجير باكات، في استراتيجيات، في بثوث مباشرة، في العاب متنوعة. فشيك عليها واعطيها اشتراك ولايك، وبس يعني قدر تعبي بالرندر والمونتاج وكذا. فوصلنا نهاية المقطع، لا تنسانا من لايك وسبسكرايب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بيس أوت.